جربت قبل كده تسافر أرض الدهب؟ لو ما تعرفش ايه هي أرض الدهب، المكان الوحيد اللي في مصر اللي هتتنقل بيه بالمراكب وهتسمع فيه نفس الصوت في كل مكان، وأهلهم هيكونوا بيتكلموا كلهم أسباني، هتفطر ملوخية بالبيض، وكل البيوت هتكون ملونة وصغيرة ومفيش برج واحد، وهنشوف الشمندورة. كل ده في أسوان، بالتحديد النوبة، أرض الدهب. مش فاهمة حاجة جوه. بصوا في بحر، بس ده نهر، في نهر، على الأقل حاجة فاهمينها. بكل بساطة أنا أمنية، والنهاردة مسافرين مع ماذا لو وأصحابنا لأسوان لمدة 14 ساعة في القطر، 5 أيام في النوبة. وعشان 14 ساعة كتير فخدنا قطر النوم. خلينا حد ذو علم يشرح لنا القطر مسمار مسمار. السراير على الرمان بيليا. لو انت شديت السرير لازم مفتاح ألانكيه، لو شديت السرير نتشه واحده هينزل معاك على دماغك هيكربكك، لازم تجيبها على على الخفافي. بس على حسب برضو الرمان البيلي ده بقاله قد ايه. لو بقاله 6 شهور ومتزيت ينزل عليك يجيب اجلك. تمام. دي معلش، هو السير بينزل ازاي؟ افتح دي، افتح دي هتلاقي بسكوت. هاتوا كده اهو. بص يا باشا، بس هتقول لي دلوقتي كل الحمام فيه 2. اللي هيعمل الحمام ده التاني وضعه ايه؟ جايبين لك ستاير يا باشا. ذنبي ايه بقى؟ عشان تداري بقى وانت قاعد. هنا بقى بيقول لك ايه؟ اوعى بس، بيقول لك اوعى المزيكا عشان لا نكهربك. يعني لو نزلنا كده دي يا باشا على رمان بيلي مش عايزه تنزل. كله قول هذا استغفر الله. وأول ما وصلنا البيت اللي قعدنا فيه كنت بفكر هو ده كرتون ده ولا ايه؟ بيت مش كبير في مكان منعزل ملون من كل مكان ونهر. هو الناموس هنا بيعمل ايه؟ ده يا بخت الناموس والله، بيتدلع. والويلكم درينك كركديه نوبي، ومفيش تكاتك، هو هتنزل تلاقيك نايم في النيل. خلاص. لا ما تعيشيش الدور، انزلي يا حبيبتي. كل ما تخرج بره الاوضه هتتفاجئ، تحسك في حوش الحضانه. هي الالوان ببلاش ولا ايه؟ واحنا في بكار؟ لا هو ده العادي. عن طيبة الجنة الكون غنى والكل بيتعلم منا. الناس مش بتتحرك بعربيات ليه؟ وايه كل الجمال دي؟ واحنا رجعنا في الزمن لورا ولا ايه؟ لا لورا قوي. ما تعرفش بقى انت في النوبه ولا في اليونان ولا في مسلسل هندي وانت متاخد في مشهد متصور. هي ايه البيوت دي؟ واستغربت بصراحه لما لقيت بيت عادي. بيت عادي ازاي يعني؟ وديته الالوان فين؟ ده انا لو حد دخلني في جهاز زمني ووداني في عصر مختلف ما كنتش هستجرى اتخيل ان انا هنا. تستغرب لو سمعت حاجه تانية غير محمد منير، مش لاقي على المكان غيره بس يغني، وصوته مختلف عن صوته في اي مكان تاني. انت حتى ممكن تشوف بيته. وقابلتكم في الشوارع وفي المعابد وفي كل مكان. وانتوا بتتمشوا في النوبه هتشوفوا لوحات فنيه، وده العادي. ده مش عشان البيوت مميزه، لوحه فنيه شبهي كده بالظبط. وعدينا على جزيره هيسا، وانا عندي تعديل على الاسم وشايفه انها تكون هيصه عشان المكان هادي بصراحه. محتاج شويه هيصه، تشرب الشاي على حجر ممكن يقع على دماغك ويجيب اجلك، بس المهم الروقان والهدوء وشويه قلق. انت في جزيره منعزله وسط الميه مع كوبايه شاي. ايه القرف ده؟ وفي مكان تاني في معبد هتدخل مكان ويهدوك نعناع، تخش المعبد بنعناعك، تشوف التاريخ وتشم الطبيعه، الخضره والماء والوجه واللي هناك دي قبه الهواء. تسالت والله نفس السؤال، ليه عاملين للهواء قبه؟ بس هنروح لها دلوقتي. ولو ما تعرفش دي اعلى مكان في اسوان، والطلوع محتاج رجاله في الشمس دي وما ينفعش بنات. بس الطلوع مش هو اللي صعب، النزول اصعب بصراحه. بس كان المنظر بصراحه يستاهل وجع الركب عادي، عشان هتشوف اسوان كلها من هناك. والشمندوره مش بنت جميله، دي مجرد مرشد عشان ما كانش فيه اضاءه تقول ان هنا في صخور. ايوه انا حياتي كانت كدبه قبل ما اعرف المعلومه دي، بس من كتر ما انت مش بتركب عربيات هتنسى ريحه البنزين كانت عامله ازاي. ويعني ايه يابس، شامم بس ريحه ميه، حيوانات وزرع، تحس انك دخلت في ديسك توب ويندوز في سطح المكتب. والمعابد اللي كنت مفكراها صغيره طلع ما فيش اصغر مني هنا. المعبد اللي احنا فيه ده كان تحت الميه، معبد فيلة اللي درسته في الدراسات وعمرك ما شفته، عارفه هو ده. كنت مفكره ان انا هلاقي فيلة فعلا بس ما لقيتش. وهنا بدات اكتر مناسبه بكرهها في حياتي، السبوع. جت منين؟ هحكي لكم. الملكه لما خلفت كان في 7 ستات. ال7 ستات كانوا بيهدوها، كانوا بيرقصوا لها حاجه كده. كنت عايزه احكي لكم بس اللغه الهيروغليفيه ما سمحتليش بده. اصلا انا ثقافتي عربي فتلاقيني في الهيروغليفي يعني مش قد كده. ولعبنا العاب لسه ما نزلتش في الاسواق. يلا يا امان. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا لو اخترت حد من اصحابك يكون لايف كوتش يشجعك تحقق احلامك؟ هتختار مين؟ تختاري مين؟ الحب مالينا غير والله مالينا غير. ايوه
are your cuts? بسم الله الرحمن الرحيم. لو هتسافر في اي مكان في العالم في اي زمان وتعيش هناك سنة، هنا طبعا مع اخواتي وحبايبي واهلي. لا هتاخد ايه ولا كام وليه. ستوب يا ابني. وصحينا الصبح بدري، سافرنا 3 ساعات عشان نروح معبد الجنين المصري او معبد ابويا، بما اني بكل بساطه وبساطه يعني سيمبل، وده معبد ابو سيمبل ابويا مش محتاجه حاجه يعني. انا اسفه. دخلنا المعبد ده عشان نكتشف ان هو المعبد اللي موجود على الجنين المصري. هو كبير قوي، جبل اكتر من انه معبد، واسمه ابو سيمبل فعليا عشان هو معبد بسيط سيمبل. ابوه ملك على باب الله، وعامل جنب معبده معبد لمراته برضه الله يستره، يعني شخص طيب. وده المعبد اللي الشمس بتتعامد على وش رمسيس كل سنه، ودي معلومات غير قابله للنقاش. انا بقول لكم اهو. لو سالتني ليه بقى اتسمت بارض الذهب، هقول لكم نوبه جايه من كلمه نوب اللي معناها الذهب، عشان موجود هناك اكبر مناجم ذهب في ارضها في جنوب اسوان. وكان القدماء المصريين بيسموا النوبه ارض الاقواس عشان كانوا شاطرين كمان في الرمايه. ومن الحاجات الغريبه ان كل البيوت فيها رمله، وسالت ليه مفيش بلاط عادي في البيوت النوبيه؟ عشان الرمله بتتكنس وتتساوى قبل ما يناموا، عشان لو في عقرب او اي حاجه من ضفاف النيل قررت تزور البيت بيشوفوا اثرها ويحموا نفسهم من شرها، عشان يتبعوا هي مشيت فين. بس عادي يربوا تماسيح في البيوت، مش احنا برضو بنربي قطط وكلاب؟ التماسيح برضو كائنات كتاكيتو، يعني فيها ايه يعني لما تربي لك تمساح في البيت او تحنط دماغه وتحطها انتيكات او تعلقه على الحيطه؟ ما فيهاش حاجه يعني. ده العادي. تيجي نروح للفوق اللي ورا ده نسلم عليهم ونيجي. والناس هناك بتتكلم اسباني، معرفش جنسيتهم ايه. قررت اقول لهم ان انا بحبهم من غير سبب. عندي سوشيال انكزايتي. مش عارفه هم بيتكلموا ايه طيب؟ مش عارفه بس جود مورنينج بيبول. بيردوا عليك. I love you guys. Bye. انت فاموس فاموس يعني حاجه كده في الرياضه، يعني برشلونه وكده. بجد بامس هو من الارجنتين؟ يا امنيه برشلونه في الارجنتين، واسبانيا في شبرا صح. دخلنا بيوت تحسها مكان للخروج، بس هي بيوت عادي، بس تحسها متحف. يعني ايه ما فيش عماره 60 دور وعوادم سيارات، والبيوت مش متشطبه سوبر لوكس، بس بكل بساطه شويه افكار والوان. دي النتيجه في شكلها من بره. بصراحه حسيت اني في مسلسل وان استاذ احمد السقا هيطلع من الكادر في اي وقت. ده بالنسبه للصبح. بس بالليل اشتغلت مدرسة ومرشدة وبوليسة المحتوى، وأكيد صحابي دعموني في ده. والمكان اللي محدش يعرفك فيه البس فيه اللي انت عايزه، محدش هيحكم عليك. المعالم حلوة بس الشمس هتحرق وشك قبل ما تشوفها. هو كانوا بيستخدموا الوان اكليريك بس الالوان لحد دلوقتي ما راحتش تقريبا. حاولت أكون مرشدة سياحية يعني عندنا حوار وفيلم عن هاي وانا مش هاي. ايه هاي انا مش هاي. It's just a troll. لا عشان الدفع عفن لازم ابقى فيه ورم. بدنا سينج غني معايا. هو انا نسيت يعني ايه عربيه، وبنركب كل شويه مراكب، بس انا خايفه اقع في النيل. في المعبد ده كل اله من دول او فرعون ليه اوضه، عشان ما ينفعش برضه افرض لحد نومه تقيل او بيتقلب. كل اوضه من دول معبد ليهم. 3 اوض اكبر من بيتنا. هو مفيش مرشد سياحي يشرح لنا الحاجات دي؟ هنا ده حجر جبال الارك. جبال ايه؟ الارك. الارض. دي تكوينات صخريه. سخريه. في نفس المكان هتعرف الفرق بين الحضاره المصريه والاغريقيه. تعرف اننا جامدين قوي، مش عشان انا مصريه بس، في فرق في الطول والشكل والرسومات. وهنا احنا قلنا ايه؟ هي بتحب اللحمه وهو فيجيتيريان. في طبقه وليها وطبقه وليها. ده بقى ايه مفتاح الحياه. مشيت جنب حجر، بس هو مش حجر، هو حجر اقدم مني. يعني الاحجار دي قد سني 4000 مره. حاسه ان في حاجه غريبه. وده معبد هتحو، فيه رسومات لاول جدار فيك يا كره الارض او عود، مش متاكده. بصراحه عقلي ما كانش مستوعب اني لسه طالعه من فتره زمنيه قديمه جدا، نيل ومناظر طبيعيه بره بين التاريخ والطبيعه، واني موجوده في مكان محدش موجود فيه. معابد وابو سمبل. هتزور مدافن النبلاء. يعني صحراء، زرع، حجر، ميه، جزيره، كل العوالم الطبيعيه اللي في العالم متجمعين في حته واحده.
وتلمس المستحيه فتتكسف منك فتقوم عامله كده بالظبط. كل ده كنت بقرا عنه في الكتب وعمري ما كنت متخيله ان ده شكله في الحقيقه. عشان كده رسالتي من الفيديو ده، في حاجات لو اتعلمت عنها اكتر او سافرت لها هتقدر تفهمها. الاغاني دي اتعملت ليه بالطريقه دي، تفهم ليه الناس بتفكر بطريقه معينه، وهتكون مش مجرد محطه من حياتك بتسافر لها وتمشي. على قد ما المكان اللي بنعيش فيه حتى لو فتره صغيره بيقدر يغيرنا ويغير في شخصيتنا. في محطه الاسوان بالتحديد النوبه اتعلمت ان الحاجات اللي بنقراها في الكتب لازم نيجي نزورها عشان فعلا نتعلم منها. وشكر خاص طبعا لماذا لو عشان بتخلينا نسال ونسافر ونشوف اماكن اكتر. وبس كده، لو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني، بحبكم قوي.